السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض فيديو روتين وشوية مشتريات كده بسيطة انا جبتها، كنت محتاجاها فحبيت ان انا اقول لكم الاسعار وكمان اعرفكم انا جبت ايه. في الاول كده نصلي على النبي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه انا جبتها العلبه دي او الجردل ده، انا جبته حبيته علشان احط فيه المسحوق الاوتوماتيك، لان المسحوق الاوتوماتيك احنا عارفين هو بيكون كتير ف ريحته بتروح، فانا فضلت ان انا اجيب الجردل ده علشان احطه فيه. هو ب25 جنيه ما شاء الله، حلو جدا. وجبت 3 الاسبونشات، التلاتة ب10، وجبت كمان جيركن داوني الكبير ده 3 لتر، حلو قوي قوي، بيقعد عندي فترة طويلة قوي قوي، كذا شهر. ما شاء الله كويس جدا. جبته برضو ب80 جنيه. وجبت الاسبونشات اللي هي السفنج دي، جايباها اللهم صل على النبي ب25 جنيه. والاتنين الاسباتيولا دي، الاولانيه ب25 والحمرة دي ب20 جنيه. وجبت كمان قشرة البطاطس دي، حلوة جدا، كانت عندي واحدة قبل كده بس للأسف ولادي كانوا بيلعبوا بيها وزقلوا بعض بيها اتكسرت، بس هي كانت حلوة جدا فحبيت ان انا اجيب واحدة تانية. وكمان اللهم صل على النبي جبت المضرب البيض ده، انا شفته كتير على النت فكنت حابه ان انا اجيبه، بصراحه حلو جدا لو للبيض وكده. انا جايباه ب35 جنيه. وجبت الصينيه دي حلوه قوي، شكلها عجبني الفلامينجو ده، فحبيت ان انا اجيبها ب25 جنيه. والشوكولاته السما جايباها للسندوتشات للولاد، العلبة دي ب45 جنيه. وجبت الدقيق ده اللي انا بستعمله فلاور لاند، لان في ناس كتير سألوني الدقيق اللي انت بتستعمليه هو فلاور لاند اللي هو اللي شكله ده انا بستعمله للكيكات للبشاميل لكل حاجة انا بستعملها. وجبت بيكنج باودر وفانيليا، دي الحاجات اللي انا اشتريتها. كنت خرجت بعد ما الولاد نزلوا راحوا المدرسة، بعد بقى ما رجعت فحسيت طبعا ان انا جعانة فقلت افطر. ده كان من بواقي الفطار اللي كانوا زوجي كان فاطر بيه قبل ما ينزل، فافطرت. وبعد بقى الفطار الحمد لله والشكر لله طبعا لازم القهوة. عملت طبعا ليا القهوة وكده، واقعد بقى دلوقتي ان انا ارتاح، وبعد كده ادخل على المطبخ اشوف عايز ايه. المطبخ كان عندي فيه شوية الأطباق دي بس هي اللي في الحوض مكان الفطار، وبعد بقى ما أنا ما فطرت وبعد فطار ولادي يعني وكده. قلت أغسل الحاجات دي، وكمان أغسل الحاجات الجديدة اللي أنا جايباها علشان لما أجي استعملها بقى تكون نضيفة خالص. يعني لو انت اشتريتي أي حاجة اغسليها في وقتها وعينيها نضيفة علشان لما نيجي نستعمل تكون موجودة عندنا نضيفة، مش وقتها نغسلها. فاللهم صل على النبي بدأت بقى ان انا اغسل الحاجات دي. كانت في متابعة عندي بتقولي انتي هنتكلم تاني عن الحموات، مين اللي بيعمل الشغل لحماتك، مين اللي بيشوف لها شغلها. يا حبيبة قلبي انا عايزة اعمل فيديو معاكم ان شاء الله بإذن الله، فيديو كده حواري بدون بقى تصوير ولا اي حاجة، فيديو بس وانا قاعدة اكلمكم عن الحموات وان ازاي تعيشي مع حماتك كويسة ومرتاحة ومبسوطة، وبدون زعل وبدون مشاكل وبدون اي حاجة خالص. فمبدئيا كده ان انا حماتي اللي هي بتحتاجه انا بجيبه لها، اللي هي بتعوز ما بستناهاش، اللي هي لو لقيت حاجة عايزة تتعمل بعملها عندها. بس بقى التفاصيل قوي 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 دي ان شاء الله هنخليها في فيديو تاني. وكمان مش كل حاجة بتتقال، يعني فهماني، مش كل حاجة ينفع تتقال. بس الحمد لله انا اقدر اقول لكم عليه ان انت تراعي ربنا في البيت اللي انت قاعده فيه ومتجوزه فيه، وتراعي ربنا في اهل زوجك، وتخافي عليهم زي ما بتخافي على اهلك. فهيبقى نفس الاحساس ونفس المعامله هتبقى متبادله. تمام. فانا هنا بقى خلاص غسلت المواعين وكله بقى تمام. هبدأ أعمل النهاردة كشري مصري. ولادي بيحبوه جدا جدا، يعني أنا لو عملت طول الأسبوع كشري مصري لولادي موافقين عادي، ما عندهمش أي مشاكل. أنا كنت تعبت يوم فكنا جبنا كشري من بره، يعني اللي طلب بقى كشري ماشي، اللي طلب حواوشي تمام. بصوا اقول لكم ان ولادي نفسهم ما كانوش مقتنعين بالكشري اللي احنا جبناه من بره. لا يا ماما الكشري اللي انت بتعمليه حلو، اعملي لنا كشري. يعني بالرغم ان هم لسه واكلين كشري بس هم بيحبوه. فهنا المكرونه انا بحط في الميه ملح وزيت،
علشان تطلع معاكي المكرونه مفلفله وكده، فبحط معاها زيت والملح. المكرونه بقى سبتها تتسلق، وعلى عيني التانية حطيت بقى الشعريه تتحمر علشان ابدا اعمل الرز بالشعريه. كده خلاص. المكرونه كانت اتسلقت وشلتها بقى علشان صفتها، وبدات ان انا الشعريه اتحمرت معايا، بدات ان انا انزل بالرز. وبحب قوي اشوح كده الرز مع الشعريه، علشان خاطر الرزة تبقى مفلفلة كده، بحب قوي اعمله بالطريقة دي. البوتاجاز طبعا مش نضيف، انا مش هغسله خالص دلوقتي، قلت لما الحق اطبخ، لان انا كنت نزلت قلت لكم زي ما كنتوا في الاول شفتوا ان انا جبت الطلبات، فكان الوقت خلاص قرب ان الولاد يجوا، فقلت اطبخ الاول واخلص الطبيخ، وبعد كده ابقى اغسل البوتاجاز براحتي خالص. بصوا بقى، انا في الكشري المصري بالذات بحب اعمل كل حاجه بمكعب مرق. دي حريه، لو انت بتحبي تعمليه تمام، لو مش بتحبي تضيفي مكعب المرق مش شرط، بس بصراحه بحس مكعب المرق كده بيخلي طعم الكشري يعني طعمه بيبقى تحفه، وكمان بيبقى قريب جدا جدا او نفس طعم الكشري اللي بره. فانا بحب بصراحه اضيف مكعب مرق، لو حابه تمام، مش عايزه خلاص. الرز خلاص استوى، والمكرونه كمان كنت عملتها واتصفت خلاص، وبرضو ضفت كده مكعب مرق مع معلقتين الزيت اللي انا ضيفاها، وببدأ كده برضو اقلب كده في المكرونة واحمصها، يعني اديها تشويحة يعني وكده بس. وخلاص كده يعتبر خلصت من الرز وخلصت من المكرونة. الكشري المصري يعني هو أكلة جميلة جدا جدا وحلوة قوي قوي قوي، الكل بيحبها، بس بصراحة ستات البيوت طبعا مش بيحبوها بسبب المواعين الكتير قوي قوي اللي هي يعني بتكركبها، حلة رز حلة مكرونة. هبدأ دلوقتي ان انا اعمل العدس انا بعمله كده مية وملح وشوية زيت وخلاص عشان يكون مفلفل. انا بعمل العدس بالطريقة دي، في ناس بتقلله بصلة، بس انا بصراحة يعني بستتقله بيها تمام، فانا بعمله كده بيبقى خفيف قوي قوي وطعمه حلو جدا كمان. اللهم صل على النبي. دلوقتي هنبدأ نعمل الصلصة. الصلصة انا بعملها، دي طماطم انا كنت ضرباها لسه يعني فريش طازة، فحطيتها علشان تتسبك وكده، وحطيت بقى عليها التوابل اللي انت حباها. انا حطيت ملح وكمون وفلفل وكزبره، وكمان بعد ما تسبكت كده قرب الاخر رحت ضايفه عليها معلقه بابريكا. معلقه البابريكا دي تديها بقى اللون الاحمر الحلو قوي اللي انتوا شايفينه ده. وكمان بقى يعني كل حاجه دلوقتي بتستوي اهو. بدات ان انا هنا احمر البصل بقى قطعيه بالطريقه والشكل اللي انت حباها. انا بحب اقطعه كده جوانح رفيعه، بيبقى حلو وشكله جميل. منظر البوتاجاز انا اسفه عليه، كانت القهوه مني فارت الصبح غصب عني، فهو بس اللي واقع عليه ده من القهوه بس وخلاص. وطبعا هنبقى ندي للبوتاجاز كده تلميعه في اخر اليوم. هبدأ بقى هنا كده اعمل الدقة. انا ولادي مش بيحبوا الحمص على الكشري، ما بيحبوهوش. كان خلاص البصلة اتحمرت، وكمان بدأت اعمل بقى الدقة. معلقة زيت وشوية توم، نص معلقة توم، وكمان بدأت ان انا احمصها كده بس لون مصفر فاتح قوي، ما تغمقيش التومة علشان ما تمررش معاكي. والتومه بقى بعد ما خدت لون اصفر كده نزلت عليها بالخل، وبعد كده نزلت بالتوابل اللي عندي اللي انت تحبيها. حطيت برضو كمون وكزبره وسنه فلفل اسمر ومكعب مرق. هو بصوا اساسي الكشري المصري عندي مكعب المرق بصراحه. وخدت كمان معلقه صلصه كده علشان تديها لون حلو. الولاد كانوا طالبين مني برضو كيكه، فكنت حابه ان انا اعملها لهم بقى قبل ما ييجوا برضو. ف اللهم صل على النبي. هنا عندي هعمل انا يعني هعمل كميه، فعندي البيض، وقلت بقى اجرب المضرب الجديد اللي انا جايباه. فبجد بجد طلع حلو جدا فعلا زي ما هما بيشكروا فيه، فعلا طلع حلو وجميل. بس يعني تستسهليه كده على طول عن الخلاط او المضرب. بس بصراحة هو طلع كويس جدا. ضربت البيض والسكر، لو انت هتعملي صينية واحدة يبقى 3 معالق بيض، سوري 3 بيضات، وعليهم كوباية سكر، وعليهم كوباية الا ربع من الزيت، وعليهم كوباية من الحليب، والدقيق بقى حسب ما الرغبة، وطبعا باكو بيكنج باودر والفانيليا.
بس خلاص اهي بتتعمل معايا بكل سهولة، ما خدتش وقت خالص على ما الاكل استوى. كنت كمان يعني انا كده في الوقت ده كنت طافية على الاكل كله وكان خلصان. بعد ما ضربت الزيت مع البيض كويس والسكر، بدأت ان انا اضيف الحليب اهو، واقلبه كده، وبقت جميلة جدا جدا وسهلة وسريعة وزي الفل. المضرب ده برضو حلو، ممكن تعملي بيه، ينفعك وانت جايه تعملي البشاميل. ممكن تعملي منه رغوة النسكافيه. يعني له كذا استخدام ممكن انت تستخدميه. بعد بقى ما مزجت المكونات كلها كويس جدا جدا مع بعض، هبدأ بقى انزل بالدقيق بالتدريج. مهم برضو ان الدقيق يتنخل علشان ما يكونش فيه اي تكتلات، وكمان تطلع الكيكة معاكي هشة وناجحة وجميلة. احنا معظم روتيناتنا بتكون في المطبخ. احنا مش كل يوم بنشيل سجاد وبننفض وبنمسح وكده، لا احنا برضو احنا المطبخ هو واخد اكتر وقتنا. بنطبخ فيه، بنغسل مواعين، بنعمل حلويات، بننظمه، بنرتبه. هو المطبخ اكتر حاجة بتعوز شغل. انما مش كل يوم تغيير ملايات، مش كل يوم نشيل السجاد وننفضه، لا خالص. فاحنا برضو انا حابة انه يكون روتيناتي متنوعة، مش كلها تنظيف ومسح وترويق والكلام من ده. تمام. وكان في متابعة بتقولي الحوض عندك بيلمع ازاي، بتستخدمي له ايه؟ الحوض عندي انا والله انا مش بستخدم له حاجه خالص خالص غير البريل والخل اللي انا بغسل بيه المواعين على طول. بس على طول بقى ايه، يعني بعد ما بغسل اي حاجه لازم بحب قوي اغسل الحوض بالسلكه. يعني لو بعد مواعين الفطار لازم اغسل الحوض قبل ما اسيبه وامشي، لا لازم اكون غسلاه. السلكه العاديه اللي هي السلكه الناعمه دي بتلمعه، بتخليه حلو جدا جدا. بعد بقى ما ضفت المكونات، وكمان مهم ان اضيف خل. الخل بيخلي الكيكه تطلع معاكي هشه ومرتفعه ولونها ابيض وجميله قوي قوي قوي. هبدأ انزل بقى كده في القوالب بتاعتي، وانا حبيت اعمل النهارده في القوالب دي، ما حبيتش اعمل في صينيه واحده يعني وكده، من باب التغيير يعني. الكيكه دي بتبقى حلوه جدا في الفطار والعشاء، الولاد هم قاعدين يذاكروا او مش ليهم نفس للفطار، فبتبقى حلوه قوي قوي ان انتي تبقي تعمليها تكون موجوده عندك. وبقطعها واعينها كده في علبه بغطا، بتدنها طريه وبتدنها جميله جدا جدا. بعد بقى ما خلاص كده انا خلاص خلصت ودخلت بقى الكيكه في الفرن، هبدا ان انا اشيل المواعين اللي كنت غسلاها، وهبدا في غسيل المواعين اللي انتوا شايفينها دي. شوفوا الكميه قد ايه، ما شاء الله ما شاء الله، يعني حاجه فظيعه جدا. انا بقى مش هغسل معاكم المواعين تاني دلوقت، خلاص غسلتها بقى كده مع نفسي. والكيكه كانت على ما غسلت المواعين كانت الكيكه طلعت، شوفوا ما شاء الله هشه جدا جدا جدا. هزينها كده باي حاجه بسيطه خالص، الولاد بيفرحوا قوي بالحاجات دي. اللهم صل على النبي، اللي هو الفارميسيل دون، بدأت ان انا ازينها بيه وخلاص. هبدأ بقى ان انا اقطعها. برضو اقول لكم لما تعملي حاجة حلوة زي كده، نزلي حماتك معاكي في البيت، فنزلي لها من الحاجة زي دي، حاجة بسيطة بالنسبة لك بس بتفرق جدا جدا وبتبسطهم وبتفرحهم. فبجد مفيش احسن من جبر الخواطر. تمام. وربنا دايما يجعلنا كده من نجبر الخاطر. خلاص الكيكه هي زي ما انتم شايفين هشه جدا ومرتفعه. كنت بقى غرفت علشان انا اتغدى، كنت عايزه اتغدى، عملت لي طبق كده. انا بحط كله على بعضه، الرز فوق يعني طبقه رز وطبقه مكرونه والعدس، وكمان الصلصه واللهم صل على النبي، والدقه في طبق لوحدها كده، والبصل على الوش. وكان طعمه بجد 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 كان يعني تحفة والله، كان خطير. والصلصة طعمها حلو جدا، والدقة أنا بعشق الدقة، بحبها جدا جدا جدا. والشطة بقى حسب الرغبة، حسب ما كده ايه انتي حابة تضيفي. وكده كنت خلاص خلصت وغسلت كل حاجة، المواعين سايباها كده تتصفى، مفيش بس اللي هي القالب بتاع الكيكة اللي انا قلبته بس وخلاص. هو ده كل اللي انا عملته. قلت شوية بقى كده البوتاجاز يهدى وارتاح انا كمان شوية، وبعدين ابقى اغسل البوتاجاز هو اللي فاضل.
انما الحمد لله كنست الارضيات ولمعت الرخامة، والمواعين كمان كنت سايباها تتصفى. ده النهاردة كان الروتين بتاعي معاكم. يا رب الروتين يكون